رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولا زلنا معاكم وخطوات وصلنا لفقرة خاصة بمهرجان أو فعاليات الدورة 22 من مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي أقيم هذا العام في رياض. ويمكن اعتدنا كل عام أن هذا المهرجان بيقام في طبعا دولة تونس الشقيقة، ولكن هذا العام أقيم في رياض. شهدت طبعا فعاليات والعديد من الجوائز، عبارة عن 60 جائزة ما بين جائزة ذهبية وفضية. كمان يمكن هذا المهرجان شهد كمان بعد فعاليات العديد من الجلسات والورش المختلفة داخل والأنشطة المختلفة داخل هذا المهرجان هذا العام. وطبعا عفوا ضيفنا النهارده اللي طبعا موجود معانا وهنتحاور معاه بعد قليل، طبعا كان ليه طبعا الحظ ان ينال الجائزة في هذا المهرجان. جائزته طبعا عن المسلسل الإذاعي سفروت يجوب الفضاء، حاصل من خلال هذا المهرجان على الجائزة عن المسلسل الإذاعي سفروت يجوب الفضاء. برحب بحضرتك المخرج هاني فؤاد، مخرج إذاعي. أهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. عايزة أقول إن مخرجنا اللي مشرفنا النهارده مخرج إذاعي بدأ لفترة هنقول مش طويلة قوي. طبعا في بداية الطفولة كان الحلم بيراوده كإذاعي وكحبه ليه الإذاعة، لكن بدأ كمستمع فترة طويلة، وبعد كده هنشوف تطوره وحبه ليه الإذاعة، وكمان هنشوف نظرة الأجيال الحالية في الإذاعة. هل لسه بنتابع الإذاعة ولسه في جيل مهتم بالإذاعة المصرية والإذاعات بشكل خاص؟ برحب بحضرتك ومبروك مبدئيا على الجائزة اللي حضرتك فزت بيها في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا. أهلا بيك. أهلا بيك. يمكن كانت مفاجأة بالنسبة لك أن المهرجان هذا العام اعتدت أنه يقام في دولة تونس الشقيقة، لكن هذا العام يعني تم إقامته في السعودية. كانت مفاجأة بالنسبة لك في رياض؟ هو فعلا كان كل سنة بيقام في تونس، السنة دي أقيم في السعودية. فطبعا احنا طول الوقت حتى النتيجة أعلنت متأخر، فالمفترض أن هي كانت تعلن في شهر 6، فأعلنت من فترة قريبة قوي. فطول الوقت ده احنا كنا طبعا منتظرين على أحر من الجمر يعني ازاي استقبلت خبر الفوز في هذا المهرجان؟ يعني هل كنت يعني مقدم؟ طبعا المهرجان كل عام فمتعارف الميعاد او معروف الميعاد بتاعه، لكن كنت انا عارف الاعمال اللي انا هدخلها المهرجان، عندي تنبؤ ان العمل ده هو اللي هيفوز في مهرجان الاذاعه والتلفزيون هذا العام. هو كنت اتمنى ان هو يفوز طبعا، عفوا المهرجان العربي عشان ما نخلطش. كنت اتمنى ان هو يفوز طبعا، لان المسلسل كان مبذول فيه مجهود كبير قوي. وبعدين المسلسل كان مفترض ان هو طالبينه في حلقه واحده، يعني كان مطلوب مني ان انا اضغط مسلسل 30 حلقه في حلقه واحده، وده كان صعب جدا مع الاحتفاظ بالبناء الدرامي للمسلسل. فيعني بدات اتنازل عن كل الخطوط الدراميه الفرعيه بكل الاحداث المتعلقه بيها. ركزت على الخط الدرامي الرئيسي، وبرضو اختصرت كتير جدا في الأحداث. المسلسل كان غنائي، يعني في مجموعة كبيرة من الأغاني. احتفظت طبعا بأغنية التتر والإند، زائد أغنية القمر كانت في آخر المسلسل. يعني سفروت يجوب الفضاء دي يعني دمجنا 30 حلقة في حلقة واحدة. في حلقة واحدة. طيب الأمر كان إزاي، وإزاي فكرت إن هذا المسلسل تحديدا يتم تقديمه للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون؟ هو المسلسل خيال علمي، مأخوذ عن رواية خيال علمي تأليف الأستاذ صلاح معاطي. نعم. وهو برضو مؤلف المسلسل وكاتب الأشعار بتاع الأغاني. السنة هو موجه لفئة معينة؟ عفوا هو موجه للأطفال. الأطفال تمام. المطلوب في المسلسل السنة دي كان مطلوب مسلسل خيال علمي. فهي دي الفئة المطلوبة يعني. فأنا كنت عامل مسلسل فقدمته، والحمد لله فاز يعني. نعم. حابب بس أقول أسماء المشاركين في العمل. طبعا الأستاذ صلاح معاطي طبعا تعب جدا في الكتابة والأشعار. الأغاني ألحان الأستاذ سيد زيادة وتوزيع أشرف زيادة. الأبطال الأستاذ محمود عامر والأستاذ محمد الكاشف ونهاد معاطي، ومجموعة من الأطفال ميرنا مجدي ومارتينا مجدي وتشوي مجدي، ومجموعة جميلة من الأطفال. نعم. مش عايزين نسأل عن عدد الحلقات لأن احنا يمكن قلنا ان هي حلقة واحدة، صح كده؟ هو المسلسل الأصلي 30 حلقة. التايم قد ايه؟ هو 30 حلقة ده في الطبيعي بتاعه، لكن لما تقدم للمهرجان هو تم دمجه في حلقة واحدة. مدتها قد ايه؟ تم ضغطه في حلقة واحدة ربع ساعة.
ربع ساعة قدرنا ان احنا احداث 30 حلقة حطيناها في ربع ساعة يعني ما ده كان صعب جدا. كان صعب ان حضرتك تجمعه التايم المتاح ان يتقدم ده في ربع ساعة كان قليل، ولا كان صعب ان انا اجمع كل الاحداث الخاصة بمسلسل سفروت يجوب الفضاء في ربع ساعة؟ يعني ايه الصعب؟ الصعوبة ان يعني كأنك بتألفي وتخرجي المسلسل من اول وجديد. يعني انا المسلسل ركزت على الخط الرئيسي. يعني الخط الرئيسي بيقول ايه؟ بيقول ان المكان المهجور او الفكره الرئيسيه يعني المسلسل، المكان المهجور بيكون عرضه للاستيلاء عليه واحتلاله، سواء كان المكان ده ارض او قمر او ايا كان يعني. ففي اطار من الخيال العلمي بنقول ان في مذنب ضخم بيجي في سفينه فضائيه بتيجي من كوكب بعيد بتحذر مجموعه من الاطفال ان في مذنب ضخم جاي عشان يخطف القمر الوحيد بتاعنا يعني. مسلسل خيالي. نعم. فبتدور الاحداث بقى والمغامرات ان الاطفال يبداوا ينقذوا محاوله لانقاذ القمر من المذنب اللي جاي من بعيد ده. نعم. استاذ هاني، يمكن حضرتك يعني بدا يراودك الحلم من الصغر كحبك للدراما الاذاعيه او الاذاعه، وحضرتك يمكن كنت مستمع جيد لفترة طويلة في الإذاعة المصرية تحديدا إذاعة صوت العرب، لكن لو حبينا نتكلم على يعني طريقك أو مسيرتك في الإذاعة وموقف الدراما الإذاعية في هذا الوقت تحديدا، يعني هل لسه في مستمع للإذاعة ولا هو جيل معين، ولا هي ممكن توجه للأجيال الحالية ويعرفوا قيمة الإذاعة المصرية بشكل خاص؟ طبعا انا بدايتي زي ما حضرتك قلتي حبي للدراما من الطفوله. يعني انا الاطفال الطبيعيين بيتفرجوا على برامج اطفال وكده، هوت انا لا. كان دايما المسلسلات الافلام سواء عربي او اجنبي، سواء سينما او اذاعه. الاذاعه كلنا واحنا اطفال كان كنا بنصحى على على كنا بنصحى الصبح دايما نلاقيهم مشغلين الراديو يعني، فكنا بنسمع برامج كتير واحداث كتير. صحيح. بالنسبه للدراما الاذاعيه، الدراما الاذاعيه باختصار شديد جدا ممكن نختصرها في عنوان صوره اذاعيه. ازاي انا يعني اقدم صوره صوتيه للمستمع من غير ما يشوف. وكمان هو هيبقى عنده قدره على التخيل، انا عايزه اتخيل الاشخاص، نفسي اشوفها على الحقيقه، انا حبيت الشخصيه دي من خلال سماعي ليها فقط كصوت، لكن انا عايز الشخصية دي تبقى قدامي يعني. بالزبط. تخيل. بالظبط. فانا لازم يعني اوصل له ان هو يقدر يتخيل ده من خلال مجموعه مقومات. يعني مثلا على سبيل المثال المؤثرات الصوتيه. يعني لما بنشوف مسلسل في التلفزيون مش لازم نسمع اصوات الخطوات الناس وهي ماشيه، لان كده كده المشاهد شايفه بيتحرك. انما في الاذاعه عشان لازم احط صوت الخطوه بتاعته او الخطوه بتاعته وهو ماشي. يعني في استوديوهات الدراما عندنا من ضمن المؤثرات اللي موجوده من زمان يعني حته كده هو قطعه خشبيه كده هو الممثلين بيمشوا عليها عشان يعملوا الخطوات. يعني هدي حضرتك مثال، مثلا في مسلسل سمارة، يعني اول مسلسل بالشكل المتعارف عليه حتى الان كان اخراج الاستاذ يوسف الحطاب الله يرحمه. الافان تتر قبل المسلسل خطوات واحده لابسه خلخال، فطبعا صوت الخلخال مسموع في الخطوات وهي ماشيه على القطعه الخشبيه اللي احنا بنقول عليها دي. فبعد ما بتقرب من الميكروفون بالخطوات بتقول سمارة بصوت الفنانه سميحه ايوب. فكل واحد بقى بيتخيل سمارة دي من خلال الاستماع شكلها ايه. نعم. ده كان الافان تتر بتاع مسلسل سمارة. يعني نموذج. سمارة يعني. ده قبل سفروت ولا؟ لا سمارة ده اخراج استاذ يوسف الحطاب. ده حضرتك بتتكلم على مسلسل اذاعي حضرتك. انا فاكره حضرتك يعني لا ده اخراج الاستاذ يوسف الحطاب. ده اول مسلسل اذاعي اتعمل بالشكل المتعارف عليه حتى الان يعني. وكمان احنا لما كنا بنتابع المسلسلات الاذاعيه كنا بنبقى مشتاقين ان احنا نشوفها بقى بعد كده، ويمكن شفنا دراما اذاعيه تم تحولها واتعملت على التلفزيون، على شاشه التلفزيون، فكنا بنشوفها بشكل ايضاحي اكتر. حابين نشوف الشخصيات دي على الحقيقه، عايزين نشوفها بقى يعني. أيوة فعلا. احنا عندنا التشوق ان احنا نعرف الشخصيه دي من الدراما الاذاعيه وحبنا ومتابعتنا ليها، فكنا بنسعى ان احنا كمان من التشوق ان احنا نشوفها على شاشات التلفزيون. فطبعا متابعي الدراما الاذاعيه كان جمهورها كبير جدا. انا بتكلم على جمهورها في الوقت الحالي. هقول لحضرتك دلوقتي حتى الان الاذاعه المصريه ليها جمهور، وانا باعتباري في اذاعه صوت العرب بيتصل بينا مستمعين من كل انحاء الوطن العربي.
يعني أنا زمان اول ما دخلت الاذاعه كنت متصور ممكن يكون الناس الكبار في السن بس هم اللي بيسمعوها او كده، لا بس لقيت شباب صغيرين بيحبوا الاذاعه جدا وبيتابعوها. يعني فئات على مختلف الأعمار على ولا مختلف، عمر معين؟ لا لا لا، على مختلف الاعمار، في الكبير، في الصغير، في الشباب، في الاطفال. بيتابعنا ناس من مختلف الاعمار ومن الدول العربيه. يعني بنبقى سعداء جدا لما بنلاقي تعليقات ومداخلات تليفونيه من مستمعين في الدول العربيه، سعداء بالاعمال اللي بنقدمها في صوت العرب الحمد لله يعني. نعم، عايزه اعرف بقى بدايتك في صوت العرب وتدرجك ومسيرتك في الاذاعه المصريه وتحديدا صوت العرب، بدات ازاي؟ بتعمل ايه في الاذاعه المصريه، اذاعه صوت العرب؟ انا اللي استقبلتني في اذاعه صوت العرب استاذتنا الاذاعيه القديره الاستاذه امينه صبري. بدات في البدايه اسمع كتير قوي يعني انا ممكن اعتبر الخطوه الاولى بالنسبه لي في الاذاعه المصريه خطوه السماع. نعم. بدات اسمع شغل كتير قوي من المخرجين المؤسسين. يعني مثلا وليكن مثلا مسلسلات الاستاذ عادل جلال الله يرحمه، مسلسلات الاستاذ انور عبد العزيز. بدات اسمع الاعمال دي، طب اقول طب والشغل ده عمله ازاي، واقعد اسمعه مره واثنين واقارن بين شغل الاستاذ عادل جلال وشغل الاستاذ انور عبد العزيز وشغل الاستاذ يوسف الحطاب. كان قدوه بالنسبه لك، فكنت بتحب يعني تسمع وتتابع اعمالهم وبتتعلم منهم في الفتره دي كمستمع. طبعا اتعلمت كتير قوي من الشغل ده، سواء الدرامي او البرامجي كمان، يعني من الاساتذه المؤسسين يعني. نعم. بعد كده دخلت بقى في خطوه ان انا اساعد، يعني كمخرج مساعد. تمام. بدات في دراما اذاعيه ولا برامج؟ الاثنين مع بعض. طب احنا هنتكلم اكتر عن مسيرتك، لكن هندعو حضرتك لمتابعه جزء من سفروت يجوب الفضاء اللي حصل على الجائزه في المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. يجوب الفضاء. النجم محمود عامر، الطفلة مارتينا ممدوح، محمد الكاشف، نهاد معاطي. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. ألحان سيد زيادة. الكاتب صلاح معاطي. ينجم يا كواكب بتلالي سفروته وجالكم من تاني. ينجم يا كواكب بتلالي سفروته وجالكم من تاني. راح ألف وأدور في طبق فنور، راح ألف وأدور في طبق فنور، والفرحة كمان مش سيعان. هنشوف أسرار ليل ويا نهار، معلوم عشانكم وعشاني. نركب صواريخ تروح المريخ وتلف الكون وتعود تاني. فيها مغامرات لعب وأصوات، فيها مغامرات لعب وأصوات، ضحك وعبرات ويا أغاني. يلا هنبتدي، مين قال لنا ريدي؟ المخرج هاني فؤاد. ويعد معانا من تاني. 5 4 3 2 1. يعني من التشويق لسفروت يجوب الفضاء، انا عن نفسي عايزه اتابعه يعني في الربع ساعه دي. حاسه ان هو يعني في عنصر تشويق كده والاطفال، واحنا بنحس ان احنا قدام حاجات الاطفال كلنا متابعين بشكل جيد جدا. لكن لو حبينا نتكلم على مسيرتك الاذاعيه، كنا بنتكلم على جزء منها ان انت قعدت فتره طويله مستمع، لكن تنوعت اعمالك ما بين الدراما الاذاعيه، ما بين البرامج السياسيه الاقتصاديه الثقافيه. التنوع ده كان ازاي؟ مين القدوه؟ ايه الاصعب في العمل في الاذاعه من حيث تقديم برامج ولا كمخرج دراما اذاعيه؟ وليه اخترت مخرج؟ يعني اكتر من كام سؤال اهو مع بعض. طيب، هي اولا الموضوع بدا بالاستماع، ومش مجرد الاستماع للتعلم. نعم. وازاي ده حصل وازاي ده اتعمل وايه الفرق بين ده وده كده يعني. تاني نقطه المساعده في الاخراج. ساعدت في الإخراج مع الأستاذ أحمد فتح الله والأستاذ كمال دسوقي. وكان وقتها الله يرحمه الأستاذ عادل جلال برضو كان على المعاش، بس كان بيجي الإذاعة. الراجل ده أكتر واحد أنا اتأثرت بيه. كان دايما بيجي يقعد يحكي لي عن الدراما ومدارس الإخراج الإذاعي والإخراج، وإزاي دي تتعمل وإزاي دي ما تتعملش، وإيه الصح هنا وإيه الأخطاء اللي
يعني اللي المخرجين بيقعوا فيها يعني في الدراما، سواء الاذاعيه او السينمائيه او التلفزيونيه. اتعلمت منه كتير جدا. استاذ هاني، هل دراستك كانت يعني بتتفق مع موهبتك؟ يعني دراستك كانت خاصه بالاخراج او الاذاعه؟ لا، دراستي العاديه. احنا عارفين التعليم عندنا ما بيبقاش ملوش علاقه بالمهنه. ملوش علاقه بالمهنه في البدايه يعني. بيبقى الواحد واحيانا بيكون ليه علاقه بالمهنه واحيانا يعني. البيت كان عايزين ان احنا الدراسه التقليديه يعني اللي ممكن نشتغل بيها في اي مكان يعني. فاخدت الاول بكالوريوس. درست ايه يا استاذ هاني؟ بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره، وبعد كده درست الاخراج الاذاعي بعد كده يعني في المرحله الثالثه يعني. بعد ما عشت في الاذاعه المصريه وحبيت كل المستمعين اليوم في الفتره دي. كنت مستمع جيد، كنت مستمع وكنت بشتغل في نفس يعني كله في نفس الوقت يعني. كنت عايش في الاذاعه تقريبا يعني. كنت بشتغل وكنت بسمع وكنت بتعلم في نفس الوقت. سواء تعليم من خلال الدراسات يعني، وسواء تعليم من خلال الاستماع والشغل والممارسه العمليه يعني. نعم. فكل ده كانت خبرات. وتنوعت بقى بعد كده اعمالك ما بين طبعا زي ما قلنا البرامج ونقل الحفلات والاذاعه او الدراما الاذاعيه. عملت كل انواع الاشكال البرامجيه والدراميه يعني. عملت مثلا الدراما الاذاعيه، عملت البرامج كل انواعها، برامج المنوعات، البرامج السياسيه الثقافيه، فترات البث التفاعلي للاذاعه المصريه، الحفلات، الفترات البرامج الخارجيه مع سياده الرئيس، الايام مفتوحه على الهواء مع سيد رئيس الجمهوريه. عملت كل الاشكال. هنعرف بقى الفرق ما بين كل اعمالك في الاذاعه، وهنعرف اي منهم اصعب، لكن هنروح لبرومو اوديو زمان ونرجع نستكمل حوارنا مع حضرتك. فرح زمانك ويا زماني، عمري اللي فات ما هيرجع تاني. فرح زمانك ويا زماني، وانا كل ما اقعد اسمع عمري اللي فات ما هيرجع تاني، عمري اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني، هيرجع. في راديو زمان كل اللي فات هيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات، أغاني من زمن فات، أحاديث الكبار من زمن فات. راديو زمان من 7 صباحا وحتى 3 عصرا. 91.5 FM. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولا زلنا معاكم وخطوات. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ هاني فؤاد، المخرج الإذاعي وزميل كمان في الإذاعة المصرية، إذاعة صوت العرب. برحب بيك مرة تانية، وزي ما قلنا تنوعت أعمالك ما بين أكثر من عمل، أو تنوعت البرامج يعني برامج هوا، برامج مسجلة، ثقافية، اقتصادية، سياسية، نقل، حفلات، برامج خاصة بالأطفال، دراما إذاعية. شفنا تنوع في العمل، وده يعني أعتقد إن دي ورشة متكاملة لكل مخرج، أو الإذاعة دي طبعا مدرسة كبيرة جدا. عايزة أعرف بقى مين القدوة والمثل اللي تتلمست وتعلمت على إيده، وإيه أول عمل عملته داخل الإذاعة المصرية؟ هو في اساتذه كتير جدا اتعلمت منهم. في الاساتذه اللي ساعدتهم اللي ذكرت اسمائهم، في زي ما قلت اكتر شخصيه اثرت فيا في الاذاعه المصريه الاستاذ عادل جلال الله يرحمه. ده كان مخرج كبير جدا واتعلمت منه كتير جدا، وما كانش بيتاخر معايا في اي وقت يعني، رغم ظروفه الصحيه وقتها يعني. وانا كنت في بداياتي، وهو كان راجل عجوز يعني، ومش يعني مش مقيد ان هو يرد عليا على تليفونات باستمرار، تساؤلات كتيره، مش يعني مش ملزم لده.
ومع ذلك ما كانش بيتاخر عليا اطلاقا. لدرجه ان اول سهره دراميه قدمتها اخدت رايه فيها برضه ما اتاخرش. اول مسلسل قدمته وجدت اول مجموعه حلقات كان تقريبا في حدود 3 حلقات. الواحد في بداياته بيبقى محتاج ياخد راي حد طبعا. قديم يعني. فاتصلت بيه يا استاذ عادل انا هقدم ومش الحلقات محتاج ياخد، ده بيقعد كل شويه يكلمهم يعني خلاص. قلت له استاذ عادل انا هقدم اول 3 حلقات دلوقتي ولازم اخد رايك. قال لي عيني يا حبيبي امر. اتصلت قريت له الحلقات في التليفون. يا ربي، وكان مستمع جيد يعني. الناس دي هايله. الراجل ده يعني من الناس اللي مستحيل انساه طول حياتي يعني هو مواقف بسيطه جدا بس ما تتنسيش. نعم نعم. طبعا يمكن من حضرتك حصلت على اكثر من جائزه سواء كان على المستوى المحلي او على المستوى العالمي. عايزين نتكلم على الجوائز اللي حصلت عليها ونتكلم على جائزه مهرجان ايضا الاذاعه والتلفزيون عن الصندوق الاسود. الصندوق الاسود ده كان تعاون بيني وبين الكاتب الكبير الاستاذ يسري الجندي. انا تعاونت معاه في مسلسلين، مسلسل الصندوق الاسود ومسلسل عين الحياه. الصندوق الاسود كان في 2013 اخذت عليه جايزه احسن مسلسل اذاعي اجتماعي في مهرجان الاذاعه والتلفزيون 2013. دي طبعا قبل سفروت. طبعا قبلها بكتير. في 2013 حصلت برضو على جوائز ابداع، يعني مثلا برنامج حلم ولا علم. ده اول برنامج مسجل اخد عليه جايزه، كان عن الدراما الاذاعيه. ورحت في البيت للاستاذ يوسف الحطاب الله يرحمه وسجلت معاه. الاستاذ يوسف الحطاب ده من اهم المخرجين في تاريخ الاذاعه المصريه بالكامل يعني. والاستاذ عادل جلال برضو اتصلت بيه قلت له عايز حضرتك تمثل معايا في البرنامج دوت، وقال لي عينيا مش هتاخر عليكي. الناس دي ما كانتش بتتاخر في الوقت ده انها تشارك خالص في خالص اعمالك حتى ويمكن بالنسبه لهم كحد مبتدئ، لكن كانوا بيشاركوا معاك في كل اعمالك. والحمد لله كان في ثقه. كان في ثقه وكان بيحب شغلي يعني. بيقول لي يعني مش متذكر طبعا الكلمات بالظبط يعني، بس كان بيفرح لما يسمع شغلي. يعني الاستاذ عادل جلال الله يرحمه بعد ما سمع البرنامج بعد ما خلصته كان سعيد بيه جدا. البرنامج ده اخدت عليه جايزه ابداع عن الاعداد والتقديم والاخراج وقدمته بصوتي. ايه رايك حضرتك نشوف مقطع صوتي عن من مسلسل عين الحياه ونرجع نستكمل باقي حوار؟ يا ريت. اللوزي عين الحياه. ليه؟ الحزن راح فين؟ ده اللي ماتوا كانوا أعز الناس. كان الحزن وهم زي كل شيء في الحياة، مفيش غير فراغ بلا نهاية، وصور تظهر وتختفي. شايفة ايه يا عين؟ شايفة عين في بيت زوبة، وشايفة زوبة في الكوشة. ايه، هتتجوز ياسين زي ما نفسها تتجوزه؟ لكن اللي جنبها في الكوشة مش ياسين، ده حد تاني. ياسين هناك مع واحدة تانية. لا نهى هانم. نهى بنت الراجل الغني. ايه نهى هانم دي؟ الحلوجي. ايوه اسمه الحلوجي. لكن مين اللي جنبه؟ دي في سن نهى بس شكلها صاحبته. ايوه دي بتصب له كاس وبتقدمهوله. قد ايه المسلسلات الاذاعيه وليها بارقها وليها محبيها وليها متابعيها، وقد ايه احساس رائع واحنا بنتابع او بنكون مستمعين لمسلسل اذاعي سواء كان من اخراج حضرتك او من اخراج باقي المخرجين. ويمكن كان ليك تجربه زي ما اتكلمنا عنها الصندوق الاسود، كانت من اخراج كانت من تأليف الكاتب يسري الجندي، وكانت بتغوص في النفس البشريه. سريعا تقول لنا على فكرتها كانت ايه؟ رجل ذكي جدا. هي بنحكي سيرة رجل ذكي جدا طموح جدا بينشأ في بيئة فقيرة جدا، ومن خلال ذكائه ومن خلال طرق
يعني غير شرعيه بيوصل لاعلى المناصب واعلى الدرجات. احنا بنرصد مشوار هذا الرجل يعني. تمام. والمسلسل ده مش اول عمل معاه يعني، ده بالنسبه ده لك كان اول عمل مع الاستاذ عمل. يسري الجندي. قدمنا فيه شكل جديد، هو قدم فيه شكل جديد في الكتابه للدراما الاذاعيه، وبالتالي انا قدمت شكل جديد في اخراج هذه الكتابه في الدراما الاذاعيه. نعم. بعد كده عملنا مسلسل عين الحياه، كان بطوله النجمه يسرى اللوزي والفنان مدحت صالح ومجموعه كبيره جدا من الفنانين، عشان ما ننساش اسماء. سريعا، في هدف او رساله بتحب توصلها لكل متابعينك من خلال مجموعه اعمالك المختلفه؟ شايفه منها يعني، انا شايفه مش كله موجه لاطفال. لا، كل يعني كل الاشكال الاذاعيه، كل الاشكال الاذاعيه طبعا، وكل المراحل يعني عملتها، لكن مش كلها موجهه زي سفروت اللي حصلت على الجائزه. في اكتر من عمل موجه ليه اكتر من فئه عمريه مختلفه، كل الفئات العمريه. لكن في رساله او هدف بتحب توجهه من خلال معظم اعمالك؟ يعني الرساله ان احنا بنحاول نبذل اقصى مجهود عندنا، ان احنا نطلع اعمال يعني تناسب كل الفئات العمريه وتعجب كل المستمعين، ونتمنى الاعمال دي توصل لهم ويسمعوها وتعجبهم. نعم. ان شاء الله. كان في عمل مميز من ضمن الاعمال اللي احنا اتكلمنا عنها زي عين الحياه، سفروت يجوب الفضاء، المسلسلات الاذاعيه المختلفه اللي شاركت بيها مع كبار المؤلفين، وايضا اللي استفدت من خلال كبار المخرجين الموجودين في الاذاعه المصريه. كانت بالنسبه لك هي الخطوه للنقله اللي عملت اسم استاذ هاني فؤاد المخرج؟ هو طبعا في نقلات كتير في حياتي، بس ممكن نقول المخرجين الكبار اللي سمعت اعمالهم واتعلمت منهم، الفتره اللي ساعدت فيها في الاخراج، الشغل اللي اشتغلته على نفسي. الواحد ما ينفعش يعتمد في ان هو يعتمد على الاخرين بس. اللي عايز يتعلم حاجه لازم يسعى ان هو يتعلمها. صحيح. فانا سعيت ان انا اتعلم الاخراج الاذاعي، والحمد لله اعتقد ان انا نجحت في ده. في جديد هتقدمه ولا؟ في حاجه اسمها الاستاذ، طبعا هتكلم فيها مع الاستاذه منال هيكل، رئيس اذاعه صوت العرب. تمام. اسمها الاستاذ، هتكلم فيها عن الرواد اللي اثروا حياتنا الفنيه زي الاستاذ عادل جلال الله يرحمه. نعم. اعمل حلقات عنهم يعني وعن تاريخهم الفني. نعم. استاذ هاني فؤاد المخرج الاذاعي اللي حصل على طبعا الجائزه في مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون اللي اقيم في الرياض، وطبعا عمل سفروت يجوب الفضاء، شرفتنا ونورتنا، ومزيد من النجاح والتالق في مجالك. شكرا ليك يا فندم. شكرا. متشكر جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا من خطوات. شكرا لكم والى اللقاء.